الانفلونزا هي عبارة عن فيروس بيقدر يصيب الجهاز التنفسي ويعمل لنا أعراض زي الرشح والاحتقان والكحة وكمان السخونة. ولكن سألت نفسك قبل كده احنا ليه مش بيجيلنا مناعة من الانفلونزا؟ ده السؤال اللي هنجاوب عليه النهاردة. أنا أحمد شعبان ودي حلقة جديدة من الصيدلية. الانفلونزا هو عبارة عن فيروس متحور بيقدر يغير من شكله لأشكال مختلفة وكتيرة جدا، وعشان كده لما يجيلك فيروس انفلونزا النهاردة وجسمك يفكر انه قضى عليه وموته وطلع ضده كمان أجسام مضادة، يتفاجئ تاني يوم انه داخله نفس الفيروس ولكن بشكل مختلف، فيبدأ يتعامل معاه من أول وجديد وكأنه أول مرة يشوفه. وده السبب اللي بيخليك على مدار موسم الشتاء ممكن يجيلك انفلونزا 3-4 مرات. وده برضو السبب اللي بيخلي مرض الانفلونزا مختلف عن مرض مثلا زي الجدري اللي مرة واحدة بس من الإصابة بيه كفيلة انها تديلك مناعة منه مدى الحياة، على عكس الانفلونزا اللي على أحسن الاحتمالات لو جاتلك مثلا مرتين في السنة وانت عشت 60 سنة يعني جاتلك على مدار حياتك 120 مرة، وده كله عشان هي بتقدر تغير من شكلها. ولكن فيروس زي تشيكن بوكس اللي هو مسؤول عن إصابتك بالجدري لو جالك النهاردة بشكل بكرة برضه هيجيلك بنفس الشكل، وبالتالي جسمك هيقدر يقاومه ويقضي عليه. وهنا يجي دور مصل الانفلونزا. مصل الانفلونزا من الحاجات اللي بتساعد مناعتك انها تتعرف على الاشكال المختلفة من فيروس الانفلونزا، وده عشان هو بيتغير كل سنة وبيتحط فيه اكتر 4 اشكال من فيروس الانفلونزا اصابوا الناس السنة اللي فاتت. بمعنى ان احنا مثلا لو هناخد مصل الانفلونزا 2024 ده معناه ان المصل السنة دي موجود فيه اكتر 4 اشكال اصابوا الناس في 2023. فبالتالي لو في 2024 جات لك نفس ال4 أشكال أو أشكال قريبة منهم، جسمك هيعرف يتغلب عليهم لأن يطلع ضدهم أجسام مضادة. ومن هنا نقدر نقول إن مصل الأنفلونزا مش بيحميك 100% من الأنفلونزا، ولكنه بس بيقلل من معدلات الإصابة. تعال كده نتخيل مع بعض إن الجو دلوقتي موجود فيه 10 أشكال من فيروس الأنفلونزا وإنت خدت منهم 4 في المصل وكان عندك منهم 2 من إصابتك بالفيروسات القديمة، يبقى احنا كده معانا 6 فيروسات من أصل 10 موجودين في الجو. ده معناه إنك محمي بنسبة 60% ونسبة تعرضك للمرض 40% بس. طيب تعال نتخيل إن أنا ما خدتش المصل، هيبقى معايا 2 من المناعة القديمة بس، يبقى أنا كده معايا 2 من 10، يعني أنا محمي بنسبة 20% ونسبة إصابتي 80%. ودي طبعا ميزة كبيرة جدا لمصل الأنفلونزا ما ينفعش نفوتها. طب دلوقتي واحد يسألني أنا بتعب من أقل دور أنفلونزا وأنت جايب لي 4 أشكال تحطهم في مصل وتحقنهم فيا على طول؟ وهنا أقول لك ما تخافش، لأن ال4 أشكال دول بيكونوا على حالة من 2، إما يكونوا ميتين أصلا وده معناه انهم استحالة يعملوا لك اي عدوى، او بيكونوا على شكل ضعيف جدا يستحيل يعمل لك اي عدوى، ولو عمل لو انت مناعتك ضعيفة خالص اخرهم بيكون شوية رشح واعراض خفيفة جدا. ومن هنا نقدر نقول ان مصل الانفلونزا تقريبا آمن بنسبة 100%. مصل الانفلونزا آمن جدا، ينصح بيه للأطفال من عمر 6 شهور فما فوق. بالنسبة للأطفال من عمر 6 شهور ل 8 سنوات الأفضل ياخدوا جرعتين من المصل، يكون بين كل جرعة والتانية شهر واحد. أما فوق ال8 سنوات بياخدوا جرعة واحدة بس. مصل الأنفلونزا آمن جدا ويحبذ لمرضى الضغط والسكر وكل الأمراض المزمنة، آمن جدا على الحوامل والمرضعات، بل بالعكس لو انت بتخططي للحمل أو بالفعل حامل أو حتى بترضعي مصل الانفلونزا هيكون مفيد جدا ليكي ولجنينك او لرضيعك. في حالات الحوامل مصل الانفلونزا هيدخل الجسم والجسم هيبدا يتعامل معاه ويطلع اجسام مضاده، والاجسام المضاده بتتنقل عن طريق المشيمه للجنين. وعايز اقول لك كمان انك هتكوني فدت جنينك لمده 6 شهور بعد ما يتولد، لان الاجسام المضاده اللي هتديها له هتفضل عايشه في جسمه 6 شهور لحد ما يقدر ياخد هو المصل بعد ال6 شهور. اما المرضعات فلبن الام هو احد اهم وسائل انتقال الاجسام المضاده من الام للرضيع. مصل الانفلونزا من اهم الحاجات اللي لازم تاخدها قبل الشتاء عشان ما يحصلكش زي ما حصل لي ويجيلك برد وصوتك يتغير زيي. وطبعا حاول على قد ما تقدر تاخده في اسرع وقت عشان جسمك يلحق يعمل مناعه عليه قبل ما الشتاء تدخل، وجسمك في الطبيعي هيقدر يطلع اجسام مضاده للفيروسات اللي موجوده في المصل في خلال أسبوعين. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منها. ما تنساش تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت وتدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة.